السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بألف خير يا رب. النهارده بقى أنا هعمل الترمس، حاجة بسيطة جدا وسهلة قوي، بس أهم حاجة يبقى فيها تريكات بسيطة كده. طبعا الترمس ده أنا نقعاه قبليها بليلة، قبليها بالليل. يعني أنا دلوقتي عاملاه الصبح، فأنا كنت نقعاه قبليها بالليل. تمام، غسلته كذا مرة وبعد كده رحت نقعاه بمية، ودلوقتي أنا صفيت المية بتاعته ورحت غسلاه وحطيته على النار بمية نضيفة. وكمان الحمص برضو نقعته قبلها بالليل، ودلوقتي رحت غسلاه وهحط عليه ميه نضيفه وهحطه على البوتاجاز كمان. كده انا ولعت على الحمص والترمس. بصوا بقى، اي ريم من فوق الوش لازم يتشيل. شيلي الريم، اوعي بقى تقولي ان انت تسيبيه وبعد كده تبقي وانت بتشطفي الترمس او الحمص ان انت تبقي ساباه فيه، هيعمل زي فتل وحتت صغيره كده سمراء، فمش هيبقى حلو خالص وبعد كده يعني مش صحي كمان يعني. تمام، وادي الحمص كمان بنشيل الريم بتاعه من فوق الوش. اي بكليات يا جماعه بيبقى فيها ريم فوق الوش لازم تتشيل. تمام، شايفين ادي الترمس كمان قرب يستوي اهو. انا بحب ان انا ادي كل حاجه حقها. شايفين تحفه جميل جدا كده بقى، خلاص كان استوى. شايفين انا بعد كده بعد ما استوى خلاص غسلته، هحط عليه الملح بتاعه. اظبطي الملح بتاعك اللي انت حباه. تمام، طبعا في ناس بتحبه حادق شويه، في ناس بتحبه مظبوط، في ناس بتحبه دلع شويه. انا عن نفسي بحب الملح بتاعه مظبوط. تمام، كده انا خلاص ضبطت ملحه، هفضيه بقى في اي حاجه عندي بقى هحطها في التلاجة. عندك علبه بغطا حطي، عندك زي كده اي بوله كده ولا حاجه، براحتك خالص. اللي انت حابه تحطيه فيه حطيه براحتك. هنحط بس شرايح ليمون كده من فوق لزوم بس الجرنشه او الديكور زي ما بيقولوا. وادي الحمص بتاعي كمان استوى كمان وبقى جميل جدا. بردك هحط عليه الملح بتاعنا. تمام، هظبط ملحه وبعد كده هفضيه برضو في طبق وهحطه كمان في التلاجة. حلوة قوي. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الأيام بألف خير يا رب. يا رب كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يحققها له ويرزقكم بكل اللي بتتمنوه، اللهم آمين يا رب. ما تنسونيش بدعوة حلوة، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. أنا كده بفضي الحمص الأول علشان أشوف المية بتاعته على قد، هحط على قد ميته، ما احطش حاجة بزيادة يعني. واحط برضو عليه شرايح ليمون من فوق الوش. تمام، انت تطلعي بقى على قد الطلب اللي انت هتاكليه بس. كل سنه وانتم طيبين وفي رعايه الله. ما شاء الله، انا عملت الحمص اهو. تمام، وكمان عملت الترمس. انا يا جماعه ما بهدرش الحاجه، احنا لسه صايمين. فانا الترمس اللي هحط عليه شطه وهحط عليه حاجات دلوقتي هينشف حرام ومش هينفع يرجع يتحط في الميه تاني. فانت هتطلعي على قد الطلب، او على قد ما انت هتطلعي في العيد الصبح هتقومي حاطه شويه الترمس وهتقومي حاطه عليه الشطه بتاعتك والدقه بتاعتك والليمون بتاعك براحتك خالص زي ما انت حابه وزي ما انت عايزه. وكل سنه وانتم طيبه ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. طبعا احنا كده عملنا التسالي بتاعتنا عشان نقعد نفرح احنا وولادنا. وكل سنة وانتم طيبين ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يا رب كل اللي بيتمنى حاجة ربنا يحققها له. يا رب كل اللي دعا دعوة من ربنا ربنا يتقبلها منه. كل سنة وانتم طيبين وفي رعاية الله، ومع السلامة.